حديث قدسي فيه عتاب لطيف من الملك اللطيف إلى عبده، عتاب من الله للعبد. أقول أولا تخيل لو أن صاحبا لك قد مرض فمكث في ذلك المرض أياما ولم تزره وما عدت، ثم قابله بعد أيام بعدما شفي من المرض وقال لك يا فلان لماذا لم تأتي لزيارتي؟ كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون وضعك في هذا الوقت؟ مرضت أياما وجاءني فلان وفلان وفلان وأنت لم تأتي ولا حتى تتصل. تخيل أن الذي يقول لك ذلك الله جل في علاه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لابن آدم يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، أنا مرضت فلم تعدني، لم تزرني. فيقول العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف تمرض وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله أما علمت أنه قد مرض عبدي فلان؟ أما علمت أنك لو زرته أو قال لو عدته لوجدتني عنده. ثم يقول الله له عبدي استطعمتك أي طلبت منك الطعام في يوم من الأيام فلم تطعمني، لم تعطني. فيقول العبد يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول يا عبدي أما علمت أنه قد استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك، طلبت منك شرابا، طلبت منك ماء، طلبت منك أن تسقني. عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عبدي استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا. انظر كيف جعل الله عز وجل ذاته وجعل نفسه مكان المريض، كأنه هو المريض وكأنه هو الذي يطلب طعامه وكأنه هو الذي يطلب سقاءه. لذلك عندما يقول لك السائل اعطني حاجة لله صدق فهي لله. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بصدقة عطرتها وطيبتها وزينتها، فلما قيل لها لم ذلك؟ لم تعطرين الصدقة؟ قالت لأنها، انظر إلى الفهم، لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. تقع في يد الله، فكأن الله تعالى هو الذي يطلب. أما تعطي الله المريض عندما تعود وعندما تزوره فأنت في رحمة، أنت في رحمة
لأن الله عند المريض كما قال لوجدتني عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا غاص في الرحمة، غاص في الرحمة، فإذا قعد استقر فيها. الحديث في البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله. وغاص لفظ صحيح، لفظ فصيح، كما قال الله: ومن الشياطين، أي عن سليمان نبي الله: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. من زار مريضا أو من عاد مريضا غاص في الرحمة، فإذا قعد، أي إذا قعد عند المريض استقر فيها. عندما تزور مريضا يستغفر لك 70,000 ملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح: من عاد مريضا حين يصبح استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. إن عدته في الصباح استغفر لك 70,000 ملك حتى المساء. ومن عاد مريضا حين يمسي، أي في المساء، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما غرفة الجنة يا رسول الله؟ ليس غرفة، إنما غرفة بالخاء، غرفة الجنة. قيل: وما غرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها أي ثمارها، كأنك تجني من ثمار الجنة وأنت عند المريض. يقول الله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لذلك أطعم المسكين، يضاعف الله لك هذا العطاء، تجده عند الله أضعافا مضاعفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: يقول ابن آدم، هكذا يقول النبي، يقول ابن آدم: مالي حين يصبح وحين يمسي مشغول بمالي. مالي ذهبي، دولاراتي، أطياني، عماراتي، شقتي، مستقبل أولادك ليس بمالك، إنما مستقبل أولادك بتقواك لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول النبي، يقول ابن آدم: مالي. يقول النبي: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت، أعطيت الفقراء والمساكين والمحتاجين، أو تصدقت فأبقيت، أي أبقيت ذلك عند الله. نعم، صدق الله عندما قال في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي تجعله عند الله عن طريق الصدقات وإعطاء الفقراء والمساكين يبقى لك ذخرا عند ربك ومولاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.